ونترك الأعداء خلف الأسوار يشمتون بنا؟ كلا. إذا كنت أنا سنيا فأعتذر للشيعة عما يصدر من السنة، وإذا كنت شيعيا أنا فأعتذر للسنة عما يصدر من الشيعة. كلا، هذه أفعال شاذة لا نرضاها ولا ترضوها، ووجودكم هنا يعزز الوحدة الإسلامية، يعزز الوحدة الإسلامية التي دعا الله لها. إنما المؤمنون أخوة، فأين هذه الأخوة من القتل؟ يجب أن يكون المنطق، يجب أن يكون السلام هو الذي يجمعنا مع الأخوة، لا السيف ولا الطلقة ولا الدبابات ولا الطائرات. يجب أن نعيش بسلام. وفوق كل ذلك وأهم من ذلك كله سمعة الإسلام، فسمعة الإسلام بحسن سمعة المسلمين. إذا تشوهت سمعة المسلمين تشوهت سمعة الإسلام أيضا. وسمعة الإسلام أمانة في أعناق كل فرد مسلم، وسمعة الإنسانية أيضا أمانة في كل إنسان يحمل بين جنبيه قلب وفي رأسه عقل. لا أحب أن أطيل عليكم. فالإنسانية هي الحاضنة الكبرى للإسلام، والإسلام هو الحاضنة الكبرى لجميع المذاهب الإسلامية، لا نفرق بين أحد منها.